فيديو النهارده هيبقى عن موضوع من الحاجات الشيقة جدا في عالم البادي بيلدينج، ودلوقتي بقى لها فترة ترندنج جامد جدا على مستوى العالم عامة، واللي هي البيبتايدز. الفيديو اللي فات اللي نزلته كنت بتكلم على لو انا يعني مكان اي حد وعايز يعمل اول سايكل سترويدز هعملها ازاي. جالي كومنت على حسب فهمي يعني ان هو حد عنده 43 سنة وعنده إصابة في ركبته. انا بس ما فهمتش نوع الاصابه بالظبط ايه، بس هو كان بيقول ان هو عنده تقريبا تمزق او قطع في الغضروف في الركبه، وان الموضوع بيأثر عليه جامد جدا وهو بيصلي وهو بيوطي، وان كذا حد نصحه ان هو المفروض يعمل عمليه، بس هو شايف ان الموضوع مش مناسب ليه دلوقتي الفتره دي. فسألني قال لو خدت ام كي 677 ده هيفرق معاه. وانا قمت قلت له طب الفيديو ده ليك علشان في حاجات احسن ممكن تاخدها من الام كي 677. اول حاجه بس عايز اقولها: واحد، انا مش دكتور. فاتنين، ده كلام اعتبره في الهوا، خد منه اللي انت عايزه او لا. بس في جميع الاحوال اعمل ريسيرش بتاعك ويبقى فاهم بس انت بتعمل ايه قبل ما تدخل حاجه في جسمك. بس انا لو مكانك ده اللي انا هعمله. اول حاجه هتكلم عليها هم اتنين بابتايدز، ودول هيبقوا اهم اتنين. الاتنين دول لما بيتاخدوا سوا بقوا معروفين او اسمهم بقى الولفرين ستاك. وولفرين اللي هو بتاع مارفل، عشان احنا عارفين ان هو كل ما يتعور او دراعه يتقطع او بيحصل له اي حاجه بيخف وبيلم تاني بسرعه. الاتنين دول الستاك ده لو ما تاخدوا سوا، كتر ما هو عنده قدره عاليه قوي على الشفاء، بقى النيك نيم بتاعه او بقى المسمى اللي الناس بتقول عليه اسمه الولفرين ستاك. ايه بقى الحاجتين دول؟ حاجه اسمها بي بي سي 157 والتاني اسمها تي بي 500. الاثنين دول بيبتايدز، فتعالى ناخد بس نبذه سريعه كده عن ايه البيبتايدز، وده ايه وده ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. فاول حاجه باختصار شديد قوي، البيبتايدز عامه هي ايه؟ هي امينو اسيدز، يعني تركيبه بروتينات معينه لما بتتركب بطريقه معينه بطول معين بتعمل اللي هم بيسموه البيبتايدز. وكتير منها بتبقى في حاجات جسمك بيعملها طبيعي، بس هم بيعملوها صناعي بره بكميات وتركيزات اعلى. واشهر بيبتايد عامه في العالم اللي هو انقذ جزء كبير من البشريه هو الانسولين. الانسولين عامه بيبتايد، هو تشين امينو اسيدز معموله بطريقه معينه. البيبتايد اللي احنا هنتكلم عليه بشكل رئيسي وهو ده الاساسي هو البي بي سي 157، ده اللي هو اسمه بودي بروتكتيف كومباوند بي بي سي 157. ده بيتفرز طبيعي في المعده عند كل الناس، والناس اللي عندها المعده او الجهاز الهضمي سليم وما عندهمش مشاكل جسمهم بيفرز الموضوع ده احسن. وهو بيعمل ايه؟ هو بيساعد على، يعني باختصار شديد، ان هو بيبني شعيرات دم صغيره تاني، خصوصا في الحتت اللي بيبقى ما بيوصلهاش الدم كويس. فانت جزء من البروسيس بتاع ان انت يعني تشفي اي حاجه في جسمك هو ان انت بتدخل لها دم كتير او الجسم بيدخل لها دم كتير. فالدم ده بيبقى فيه كل النيوترينز او الحاجات اللي جسمك محتاجها فيبتدي يلم. هي دي الفكره. عشان كده مثلا لما بتتخبط بتورم ليه؟ عشان الدم بيحصل له نوع من انواع الكونسنتريشن في الحته دي، عشان هو عايز يديها نيوترينز او حاجات معينه عشان تخف. فالبي بي 1 بي بي سي 157 بيساعد على العمليه دي بطريقه كبيره جدا. البي بي سي 157 ده في مرحله ان هو بيسموها في الترايلز، فانت يعني لسه مش ابروفد او لسه ما حصلش عليه اللي هي البشر تستعمله، بس هو لحد دلوقتي في اللي تقريبا فيز 2 اللي هي اغلبها بتتعمل على الفيران، وكان ملوش اي سايد افكتس، وكانوا شايفين ان هو يعني حاجه ليها بوتنشال او مستقبل كويس يعني عامه. فهو لسه في اللي هو المراحل بتاعت الترايل ده رسمي، بس طبعا ناس كتير جدا بتستعمله واللي هو يعني مع نفسهم واجتهادات، والناس بتقول لبعض. بس كل الناس، مش كلهم بس هقول بنسبة 90% من الناس اللي استعملته، خصوصا في الإصابات اللي هي بتبقى في الأوتار أو في الغضاريف أو في اللاجمنتس أو في الحاجات دي، كتير قوي منهم بيقولوا إن هم شافوا تحسن من أول أسبوعين. وناس كتير كان عندها إصابات، مثلا سواء عنده انزلاق غضروف ديسك أو أي حاجة من الحاجات دي، مفاصل بالذات، كتف، كوع، حتى لو حاجة بقالها سنين، ناس كتير قوي بتقول إنها شافت تحسن على الأقل 50% أو أحسن. فعلشان كده هو الموضوع خد نوع من أنواع الشهرة المبالغ فيها، خصوصا مع الناس اللي هي بتحاول تحافظ على نفسها او تعالج الاصابات او. بس اللي هقوله حاجتين: واحد، هو مش سحر. فانت لو وصلت لنوع اصابه معين، تعال نقول مثلا عندك قطع كامل، ما تتوقعش ان هو هيلم القطع، انت ستيل محتاج تعمل عمليه. بس مثلا لو هتعمل العمليه فالدكتور هيركب لك الوتر اللي اتقطع خالص ده تاني. لو الدكتور بيقول لك الموضوع هياخد منك 6 شهور ريكفري بروسيس، انت ممكن تخليه 3 او 4 باستعمال كومباوند زي البي بي سي 157. دي اول حاجه. تاني حاجه، ومحدش قال ان هو ليه اعراض جانبيه. التجارب اللي هم عملوها على الفيران برضو ما ظهرتش اعراض جانبيه.
بس نظريا او ثيوريتيكلي يعني الناس شايفه المختصين يعني في الحاجات دي ان انت لو عندك نوع من انواع التيومرز او الاورام اللي ممكن تبقى خامده، دي حاجه بتتغذى مثلا على الدم، او ان انت تديها يعني النيوترينز انها تكبر او تتاكتف. فانت لو عندك هيستوري من حاجه زي كده، او عندك تاريخ في العيله حاجه زي كده، حاول ان انت تخلي يعني حاول ما تاخدوش خالص، ولو مضطر تاخده يبقى فترات قصيره ما تطولش عليه كتير قوي، والدوز يبقى قليل، عشان انت كده حاجه هي بتتغذى على الحاجات دي وانت بتديها، يعني بتديها الغذاء اللي هي محتاجاه. اجان الكلام ده كله نظريا، مفيش حاجه طلعت قطعا قالت كده، والمفروض ان هو من امن الكومباوندز الموجوده لحد دلوقتي. انا كده اتكلمنا ان البي بي سي 157 يعتبر امان، فدلوقتي نتكلم في حته طب هتاخده ازاي. انا هرجح ان انت تبدا ان انت تاخد اقل دوز يديك نتيجه، تمام، وتاخده اسبوع من اسبوعين ل4، وما تكترش عن 6. في ناس بتوصل ل8، بس يعني من 2 ل6 ده الرينج المتعارف عليه. من 2 اسبوعين ل4 لو ما شفتش نتيجة او تحسن، فانت غالبا مش هتشوف تحسن، عشان زي ما اتكلمت قبل كده في ناس ريسبوندرز وفي ناس نون ريسبوندرز. فدي حاجة. الحاجة التانية هو بيتاخد بيسموه سبكيوتينيوس، يعني بيتاخد تحت الجلد، وهو يستحسن تاخده في موقع الإصابة. فانت لو مش عارف تاخده في موقع الإصابة مثلا عشان تنوي الركب، فانت مش عارف او ما فيش حد يعني يساعدك في الموضوع ده، او حاول تاخده في اقرب حته ليه. واخر حاجه هقولها ان البي بي سي 157 ممكن نبدا ان احنا ناخده تاني، دي ارقام تقريبيه على حسب النتيجه وعلى حسب الريسبونس، بس من 250 ل 500 ام سي جي ممكن نبدا يوم ويوم، وبعدين نرفعها كل يوم برضو تاني على حسب الحاله. كده بقى احنا خلصنا البي بي سي 157. الكومباوند التاني بقى اللي هتكلم عليه هو التي بي 500. ده هنعتبره ان هو بقيه الولفرين ستاك، تمام، هنعتبره شبه البي بي سي 157 بيبتايد برضو. هنتكلم ان هو تقريبا ليه نفس المميزات وليه نفس السايد افكتس، مع فرقين. اول حاجه ان هو مش لازم تاخده في موقع الاصابه، دي حاجه، فهو بيشتغل على الجسم كله، بيقلل الانفلاميشن كويس جدا للحاجات زي الاصابات في المفاصل والتندنس والعضلات وكل الحاجات الحلوه دي، فهو نفس الفكره. بس الفرق في حته السايد افكتس ان عشان انت مش وبيقلل الانفلاميشن، دي حاجه بس كنت عايز اقولها مختلفه. بس عشان انت مش لازم تاخده في موقع الاصابه، فانت بتاخده في الجسم وهو لوحده بيودي الخلايا للحته اللي فيها الاصابه فتساعد على الريكفري. ده التاني قد يكون ليه سايد افكتس اكتر شويه، من ناحيه ان هو ممكن يبقى اضراره اعلى، علشان هو ممكن يدخل على اي خلايا في الجسم ويساعد ان هو ينشطها ويحفزها، يضخ فيها الدم وبيقلل الانفلاميشن، كل الحاجات دي. فيعني نظريا طبعا، عشان الكلام ده متجربش على بني ادمين ومفيش ابحاث، نظريا قد يكون ان هو ليه سايد افكتس اوحش. فانت لو عندك تاني فاميلي هيستوري، او انت شخصيا كان عندك هيستوري او حاجه، ده ابعد عنه خالص. البي بي سي 157 قد يكون امن شويه. والحاجه بس الاخيره اللي هقولها على التي بي 500، هو عشان تبقى عارف هو ايه، هو برضو نوع من انواع الخلايا اللي تبقى موجوده في كل البني ادمين وهم اطفال، ومع تقدم السن بتختفي. علشان كده بنلاقي ان عاده الريكفري او الاستشفاء عند الاطفال بيبقى اعلى شويه من الناس الكبيره. والدوز اللي انا هاخده لو هاخد تي بي 500 هيبقى ان انا هاخد من 4 ل 5 جرام في الاسبوع، متقسمه على جرعتين. تاني برضو على حسب الريسبونس وعلى حسب كل حاجه في الحاجات دي يعني. واخر حاجه هزودها خالص هيبقى الام كي 677. تاني زي ما انت قلت او زي ما الشخص قال لي يعني في الكومنتات، طبعا لو انت حد ما عندكش اي مشاكل خالص ولا هيستوري وعملت التحاليل كل الحاجات الحلوه دي، الجي اتش ذات نفسه هيبقى يعني تعال نقول عليه ايه، احسن ومركز اكتر. بس الام كي 677 هيبقى امن، علشان هو بيحفز جسمك طبيعي ان هو يفرز الجروث هرمون بتاعه من غير ما انت تدخل جروث هرمون مصنع. فدي هتبقى ميزه طبعا قويه قوي. ده غير ان الام كي 677 موجود برضو في تابلت فورم، فده هيبقى احسن لك من ان انت تضطر تاخده يعني بجي اتش، يعني هيعتبر انجكشن، فانت هتضطر تاخده بحقنه او بحاجه. بس واخر حاجه يعني ممكن اعملها اكسترا فوق ده كله، هو ان في عيادات بتعمل اللي هو حقن البلازما، اللي هو بياخدوا منك عين الدم وبعدين يفصل منها البلازما ويرجعها لك تاني في موقع الاصابه. لو دي حاجه موجوده، فدي حاجه من الحاجات برضو اللي بتساعد على الريكفري وعلى الاستشفاء. بس ده اللي انا هعمله. ولو برضو انا لسه يعني عايز ازود حاجه كمان، اخر حاجه ممكن يعني، ده اللي هو لو معايا فلوس زياده مش عارف اعمل بيها ايه، هجيب سبلمنت كولاجين احتياطي. في ريسيرش بيقول ان هو يعني قد يكون مفيد، بس طبعا مش هيبقى مثلا قريب 5% حتى من كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. بس
لو عندك اي اسئله تاني سيبها تحت في الكومنتات. انا هقفل الفيديو على كده، اشوفكم الفيديو الجاي.